عارف الناس يا زياد اللي هم دايمًا بتقول لهم اشتغلوا يقول لك على قد فلوسهم؟ خلّيني أشرح لك ببساطة شديدة جدًا ال4 zones دول. أول حاجة الdead zone ده هو المنطقة اللي هي بتبقى الناس الفاقدي الشغف. يعني إيه؟ يعني أنا بابقى عايش على الauto pilot، بابقى عايش وخلاص، مش فارق معايا. عارف الناس يا زياد اللي هم دايمًا بتقول لهم اشتغلوا يقول لك على قد فلوسهم؟ عارف الناس اللي هي مش فارقة معاه، مش عايز يتطوّر، هو ده الdead zone. تاني واحدة الcomfort zone، والcomfort zone ده الناس كلّها بتتهمه إن هو ده مشكلة كبيرة وكلام من ده. الcomfort zone ببساطة شديدة هو منطقة الراحة، اللي هي أنا باعرف أشتغل شغلانة كويسة، باعرف أأدّيها، باطوّر نفسي جواها، جوّه المنطقة دي، ما باطلعش منها. بس مش متحمّس. يعني ممكن في حماس بس ما فيش حماس يخلّيني أطلع منها. طب والpanic zone؟ الpanic zone ده هو منطقة الburn out، هي منطقة اللي هو أنا باحُط على نفسي stress علشان أعرف أطلع من أي zone موجودة. طبعًا مشكلة الpanic zone ولمّا هنشوف برضه مع بعض، إن هو ممكن ييجي لك anxiety، ممكن تحس إن أنت overwhelmed، تحس إن أنت burned out. الstress zone هو الzone اللي أنت بتكون فيها خارج منطقة الراحة، بس ما هواش حاجة مخيفة، مش scary. يعني إيه؟ يعني أنت بتطوّر من نَفْسك، بتطوّر من أدائك، بتقدر تعمل شُغلانات جديدة بتطوّر من أدائك.